بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الاستراكشرال ويلدنج. أحيانا وأنت شغال تصنيع في مصانع الستيل ستراكشر بيقابلك حاجة اسمها رموز اللحام أو الويلد سيمبل، زي اللي واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. وفي نهاية رمز اللحام أو في نهاية الويلد سيمبل عند التيل هتلاقي مجموعة من الأرقام المختلفة. والسؤال هنا، هي الأرقام دي بترمز لإيه؟ هقولك والله الأرقام دي بترمز لنوع عملية اللحام اللي المفروض حضرتك هتستخدمها. طب معنى كده ان لكل عملية لحام رقم معين؟ هقول لك والله، وده اللي وضحته المواصفة رقم الدن اي ان 4063، واللي بعنوان الريفرنس نمبر فور ويلدنج بروسيس. وعشان نلخص ليك الموضوع عملنا لك الملف اللي هتلاقيه عند حضرتك في الكومنتات، واللي هيحتوي على كل عمليات اللحام اللي حضرتك هتستخدمها، وقدامها الريفرنس نمبر بتاعتها. يعني معنى كده ان شاء الله وانت برضو شغال ديتيلنج وعايز تحط نوع عملية اللحام اللي انت هتستخدمها، فالمواصفة دي بتوفر عليك الكتابة وبتقول لك لا والله استبدل الاسم بتاعها برقم. الرقم هتلاقيه عندك في المواصفة. برضو وانت شغال تصنيع ما تتخضش لو لقيت في نهاية الويلد سيمبل الارقام اللي بقول لك عليها دي بترمز الى نوع عملية اللحام اللي انت هتستخدمها. اتمنى ان شاء الله ان المعلومة تكون فادتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة، واللي محتاج ان شاء الله الملف يبعت لي وانا ان شاء الله هبعته له. شكرا، سلام عليكم.